أخيرا وبعد طول انتظار الحكم اللي نزل النهاردة قلب مصر كلها. والصدمة المصور طلع بطل. مش بس كده، كمل. يا نهار اسود، واحنا بنتكلم في ترند عشان نبقى فاهمين ولا نهاية سعيدة من فيلم عشان نبقى عارفين؟ النهاردة القضاء المصري عمل حركة ما تتحكيش، تتكتب في التاريخ اقسم بالله. قصة الفيديو اللي كان عامل دوشة على المحور 26 يوليو كام شهر اللي فات، الفعل الفاضح اللي اتصور قدام الناس كانت كلها ساعتها بتسأل هو المصور ده هيحصل له ايه؟ هيتهزق ولا هيتسجن ولا هيتحبس؟ ده كان مرعوب يا حول الله يا رب. بس المحكمة قلبت الطاولة فعلا وقالت كلمة الحق الأولى والأخيرة. المصور بريء براءة كاملة من كل التهم. النيابة كانت بتقول إنه صور ونشر بدون إذن، صح؟ المحكمة النهاردة قالت لا، الراجل وثق غلط بيحصل في الشارع، والغلط ده كان ممكن يعمل حادثة لا قدر الله، ناس تموت. يا عيني عليه، ده كان شايف عربية بترقص على محور 26 يوليو بدل ما كانت تمشي وتسبب حادثة، وحرفيا ده كده أنقذ الطريق. ما انت مش ماشي تلاقي عربية بتتنطط وبترقص. وتاخد بقى المفاجأة التانية، المتهمين نفسهم اتحبسوا، خدوا 2 و6 شهور بتهمة فعل الفاضح في الطريق العام. تخيل نفسك كده رايح وعامل نفسك مجني عليك وقاعد في المحكمة، واللي شايفه واللي صورك في القفص بقدرة قادر كده تبقى انت اللي في القفص وتاخد 2 سنين. اللهم لا شماتة. والله يا معلم، تصدق اللي يغلط يتحاسب، ده العدل يا معلم. فعلا حصل. غفير، وزير، مليونير، شحات، اللي يغلط يتحاسب. ولا ايه؟ ولا انتوا ليكوا رأي تاني؟ عرفوني في الكومنتات. ده لسه المفاجآت ما خلصتش، ولسه التعويض. المحكمة ألزمت المتهمين بدفع 100,000 جنيه تعويض مؤقت للمصور. سبحان الله، سبحان من غير حال لحال. يخرب بيت المفاجآت يا معلم، ده راح المحكمة متهم خرج صاحب حقه ومعاه تعويض كمان. ده فعلا ده القانون اللي على حقه 100. القاضي قال جملة لازم تتكتب على كل كوبري فيك يا مصر، اقسم بالله العظيم فعلا. قال لك وركز معايا، اللي يعمل فعل فاضح في مكان عام ملوش خصوصية. يعني ايه؟ يعني يا جماعة كده لما تعمل غلط قدام الناس ركز بقى، ما ينفعش تقول محدش يصورني او محدش ليه عندي حاجة، ده بأمر محكمة. معلم، يبقى بعد كده اللي يعمل حاجة غلط يعملها في بيته، مش في نص محور 26 يوليو وسط العربيات والطريق. لا، ده استنى كمان، المحكمة كمان قالت ان التصوير كان لمصلحة الناس والمجتمع. انت لما تشوف عربية بتقف غلط او حد بيفتعل الخوف او المشاكل مع الناس وتوثقه، انت هنا بتحمي المجتمع، مش بتتعدى عليه نهائي. ده بالعكس، ده كده بقى بطل، وده اللي عمله المصور ده على فكرة يا معلم. بقى الحكم ده مش حكم وبس، ده درس لأي حد في الشارع. الشارع بقى تحت عيون القانون، وأي حاجة غلط هتتوثق ومش هيتسكت عليها. محدش هيقدر يقول لأ بعد كده ما تصورنيش، كله يبقى لايف يا معلم. اللي يغلط يتصور ويتحاسب، ويمكن كمان يدفع تعويض زي صاحبنا اللي في القضية ده. وده معناه إن أي واحد هيفكر يغلط لازم يعرف إن في 1000 موبايل حوالين منه كلهم شغالين وبيصوروه. لو شايف إن الحكم ده انتصار للعدل دوس لايك. لو عايزين نكمل في قناة اللغز الأخير والقصص اللي بتقلب الرأي العام اشتركوا في القناة دلوقتي. أنا موافق القضية ده. لو كده بقى يا جماعة اشتركوا في القناة دي راحة عشان تبقى رقم 1 بعون الله، بالعافية عن أي حد. وده قوتنا انتوا، عشان كده عندنا قصص هنفجر بيها السوشيال ميديا كلها. اشترك لو عجبك ظلم.